السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا أنا برحب بكم، وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أتمنى أن يكون هذا الوقت عبادة وطاعة، وأن يرزقنا الله عز وجل فيه المنفعة، ونتمنى أن تتضح الصورة ونستطيع أن نفكر معا من أجل مصر عزيمة وشرف إن شاء الله. أستطيع أن أجمل لكم الصورة الآن. هناك مسيرة الثورة، وهناك من يحاول تعويق مسيرة الثورة أو يحاول سرقة ثمار الثورة، لكن الرؤية واضحة، جموع الشعب فهم الصورة. المجلس العسكري يراقب عن كثب ومطلع على التفاصيل. الإخوان وكل الوطنيين والمخلصين متجهين إلى ضرورة بناء مؤسسات الدولة، لأننا نرى أنه لا سبيل لانتهاء حالة الفوضى إلا ببناء المؤسسات. ولذلك الانتخابات إن شاء الله التي سوف تجرى ستبدأ إجراءاتها في آخر سبتمبر وتستمر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ستكون العتبة الأساس التي سيتم البناء عليها إن شاء الله. نتمنى أن ربنا يتم علينا الفضل والنعمة، نتمنى أن يقظة الشعب وإدراكه، نتمنى أن يظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي بوعده وعهوده، نتمنى أن يدرك الذين يحاولون تقويض الثورة أنهم عبثا يفعلون، وأن الشعب المصري شعب واعي وشعب قادر وشعب قاهر، شعب يستطيع أن يفعل ما يريد. الشعب المصري الذي صنع ثورة عبقرية عجزت الدنيا أن تدرك معانيها ومراميها. احنا يعني بقدر حذرنا وبقدر قلقنا، لكن احنا ان شاء الله واثقين في مستقبلنا وواثقين في عند ربنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويلهمنا الصواب. وأنا الآن جاهز للإجابة على الأسئلة. أحمد أديله المايك إزاي؟ المايك معاك، تفضل. بيقول لي أعطيني المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليك أستاذنا صبحي صالح، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. طبعا احنا كنا في انتظارك وعارفين الظروف اللي حضرتك فيها، وكما أبلغت حضرتك بحبنا لك في الله، فإني أبلغت الإخوة جميعا هنا في الغرفة اللي كانت منتظراك لهذا اللقاء أنك تحبهم في الله كما أبلغتني. أخونا الحبيب الأستاذ صبحي صالح، أنتم تعلمون جميعا أنه مجاهد في سبيل الله جل وعلا، عضو في مجلس الشعب في عام 2005، زورت الانتخابات في عام 2010 لإسقاطه. الأمور دي كلها طبعا في مجالاته. ادخلوا على الموقع بتاع الأستاذ صبحي صالح تعرفوا كل شيء عنه، عشان احنا ما نطولش في المداخلة بتاعتنا. أستاذنا الكريم صبحي إن شاء الله معايا، عشان في أسئلة كتيرة موجودة معايا هنا، ممكن تقدر تقول عليهم أكتر من 25 سؤال. الوقت طبعا يعني مع التأخير اللي حصل، واحنا عارفين انه مش بإيدك، ولكن تشريفك لينا في الغرفة نعتبره يعني شيء رائع. نتمنى طبعا ان يتكرر هذا الامر مرات ومرات. عشان تاخد المايك استاذ صبحي، في جنب، في تحت كده
مكتوب ريز هاند. ريز هاند دي اللي هي حضرتك لو انت عم دوست عليها تلاقي اسمك قدامه ايد مرفوعة، جنب الريز هاند فيه سهم وجنب منه فيه مايك. لما بتدوس على السهم بالماوس بيجي لك كلمتين اتنين، بوش تو تيك او لوك مايك ان اون. لما تعمل صح على لوك مايك اون يبقى انت استلمت المايك، لما تدوس عليها لما تدوس على بوش تو تيك يبقى انت تركت المايك. هي دي الطريقة. انا حاليا دايس على لوك مايك اون. لوك مايك اون يعني معناته انا اخد المايك ويظل ثابت معايا اتكلم براحتي فيه. عايز اسيب المايك واديه لحضرتك انت حضرتك بقى بتدوس على لوك مايك اون. الان انت على بوش تو تيك، اخدت بال حضرتك؟ فيا ريت تجربها كده وتشوفها، السهم اللي جنب رايز هاند. توك. طيب حاضر حبيبي، ماشي. السؤال الاولاني يا استاذ احمد، استاذ صبحي، يعني حضرتك معنا في ان هناك محاولات للالتفاف على ضحايا الثورة وعلى اسرهم لاجبارهم على التنازل عن قضايا الاختصاص من مجرمي الحكم الظالم. ده سؤال، هل فعلا ان احنا في ايدينا نقدر نمنع حاجة زي ديت ولا نعم يا دكتور ميديسون؟ مش واخد بالي. ماشي. فده السؤال الاولاني، كيف نمنع محاولة الالتفاف على ضحايا الثورة واجبار اسرهم على التنازل عن قضايا الاختصاص من مجرمي الحكم الظالم. بعد ما حضرتك تجاوبنا على السؤال دوت، يعني كل سؤال كده هنديه لحضرتك واحدة واحدة ونسمع الإجابة مرة من عند حضرتك إن شاء الله. سأترك المايك الآن وحضرتك تاخد المايك بالطريقة اللي أخدتها المرة الأولى. اتفضل معاك المايك. لابد أن نحمي الثورة، لابد أن احنا نلتف مع بعضنا البعض لحماية مكاسبنا ومكتسباتنا. الآن السبيل الوحيد لتأمين الثورة وحماية الحقوق هو الدخول لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، لأنه لو أن هناك مؤسسات مجلس الشعب مثلا، مجلس الشورى، الحكومة السياسية لها برنامج حازت على الثقة من مجلس الشعب، تخضع لرقابة المؤسسات مع حماية القضائية، نستطيع أن نمسك بزمام الأمور ونحمي مكاسبنا. لكن إذا ظلت المؤسسات غير موجودة والحالة فوضى، سننتقل من حالة الثورة إلى حالة الفوضى، وفي هذه الحالة تضيع كل المكتسبات. لذلك الذهاب مبكرا إلى الانتخابات هو السبيل الوحيد لإدراك هذه الحقيقة. طيب شكرا لك يا أستاذ صبحي. السؤال الثاني بيقول طبعا أكيد الإخوان عندهم برنامج أو برامج عدة لحل مشاكل المجتمع. هل في مخيلة حضرتك نموذج لحل مشكلة من مشاكل المجتمع التي تسبب فيها النظام الدكتاتوري؟ ونحن طبعا نطمئن بهذا الفكر الراقي اللي بننتظره اصلا من الاسلاميين. وحضرتك تعلم طبعا ان مشاكل المجتمع كثيرة، وهناك اضافة لهذا السؤال: وما هو المنهج الذي تسيرون عليه وتنوون تنفيذه وتفعيله بعد طبعا ما تستقر الامور ويكون لكم الاغلبية في مجلس الشعب؟ تفضل أستاذنا صبحي صالح. احنا وفق برنامجنا الذي اصدرناه، هدفنا المحوري في البناء والتنمية هو التنمية البشرية وبناء الافراد ان شاء الله. اعادة صياغة المواطن هي التي تستطيع ان تعيد صياغة الوطن،
لانه لا سبيل لبناء الوطن الا من خلال افراد تستطيع ان تبني وطنها. ولذلك احنا محتاجين الولاء والانتماء والاخلاص وحسن التوظيف وحب الوطن، ده جزء مهم جدا هنشتغله في منظومة متكاملة. ثم سنستطيع بعد ذلك ان احنا ننتقل الى مشروعات التنمية الحقيقية العمرانية، لانه انت عارف انه التعليم قاطرة البناء البشري، البحث العلمي، التعليم والبحث العلمي والاعلام والثقافة ومنظومة القيم ورسالة المسجد. هنركز اكيد ان شاء الله على بناء الافراد اولا، ثم سننتقل بهؤلاء الافراد على التوازي مباشرة في حل مشكلة البطالة ومشكلة الاقتصاد ومشكلة الكثافة السكانية وغيره. يعني مثلا احنا عندنا مشروعات مثل، استطيع ان اقول عندنا مشروع مثلا مشروع الخروج من الوادي، عندنا مشروع اسلامي اسمه من احيا ارضا مواتا فهي له، بمعنى ان تقتصر الدولة على تحصيل قيمة المرافق من الشباب الذي يبحث عن مسكن ومزرعة، وسنجعل اراضي الدولة بالمجان لمن يعمرها. وهذا المشروع اللي هو الخروج من الوادي قائم على حديث عليه السلام من احيا ارضا مواتا فهي له، يعني الارض بالمجان لمن يعمرها، ومن اقام فيها منشأ يستغل بثمرتها، وتصبح الدولة في هذه الحالة تحل مشكلة البطالة ومشكلة الكثافة ومشكلة الخروج من الوادي، مجموعة 4 أو 5 مشكلات تحل من خلال حديث واحد. عندنا ايضا مشروع اعادة العمل بنظام الوقف، لان انتم تعلمون ان الصحة والتعليم بداية نشأت تاريخيا في اطار مجموعة الصدقة الجارية واعادة تنظيم الوقف. وهذا المشروع انا كنت قدمت مشروع قانون في المجلس الماضي، ولم يستطع احد ان ينال من سلامة المشروع وسلامة مقصده، وهو احسن مساهمة للمجتمع المدني في بناء دولة دون التحميل على ميزانية الدولة، بما يمكن من تحقيق ارتقاء عالي جدا وجيد جدا ورائع جدا في الصحة والتعليم، لا يحمل على ميزانية الدولة، ويحقق منشآت خدمية تتمتع بذمة مالية مستقلة. عندنا مشروع تطوير شبكة الخدمات والطرق خاصة مترو الأنفاق من خلال نظام البي او تي، وده نظام معمول به في العالم كله، اليابان بتنفذه وامريكا بتنفذه والمانيا بتنفذه. احنا مثلا بالنسبة للاسكندرية هنعمل مشروعات، احنا بالنسبة للاسكندرية مثلا عاملين مشروع او برنامج اسمه الاسكندرية عاصمة عالمية. الاسكندرية عاصمة عالمية. عندنا ثوابت في الاسكندرية احنا محتاجين نوظفها كلها في اطار معين. عايزين ننشط السياحة، عايزين نعمل 3 خطوط مترو انفاق قبل في الظهير الصحراوي الاسكندرية، لان اسكندرية ملهاش ظهير. ممكن نعمل 3 خطوط مترو انفاق بنظام البي او تي في ثواني من غير اي تكلفة، يتنفذ خلال سنة على الاكثر او سنة ونص. عندنا مطارين، عندنا سياحة، عندنا كذا موضوع. ولذلك عندنا مشروع رابع اسمه مشروع تدوير القمامة، ده بيعمل 5 صناعات وبيعمل نظافة للبلد بأكملها. احنا عندنا مشروعات كثيرة جدا جاهزة. احنا بنحاول نجهز الآن موضوع اسمه 100 مشروع. 100 مشروع دول بتشمل مشروعات قومية ومشروعات محافظات، بحيث ان احنا عندما نبدأ في التنفيذ مباشرة سنبدأ بمشروعات جاهزة بدراستها الاقتصادية، بدراسة التمويل، بدراسة بالخرائط. وان شاء الله المشروعات اللي احنا هنطرحها خلال الشهرين القادمين ستكون رائعة للغاية. المايك معك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في غرفة مصر عزيمة وشرف. الحقيقة السؤال اللي بيدور ودايما بنناقشه هنا في الغرفة، هل عندنا السيادة لأخذ القرار في بلادنا؟ السؤال ده سألناه قبل الثورة وبدأنا نسأله بعد الثورة. المشروعات اللي حضرتك بتقولها حلم لكل مصري، بنحبها، عايزينها، هنقف معاها بكل اللي نقدر عليه، بس بنسمع تدخلات الاتحاد الأوروبي، بنسمع تدخلات من غرفة التجارة العالمية، بنسمع تدخلات داخل الدولة جوه مصر بطريقة ممل مستفزة، وبيضربوا بعرض الحائط بكل الطرق اللي يقدروا عليها، واستخدام
الآلة الإعلامية لتوجيه الناس في منهج هم مش عاوزينه، رافضينه، وما عندهمش الجرأة الكافية انهم ينزلوا الشارع ويتكلموا زي حضرتك وزي كتير من الافاضل اللي بنحسبهم على خير، وبنرجو ان احنا نكون وراهم بأمانة. وعليه بيجي سؤال: هل الوحدة بين الاخوان والسلفيين، هل هناك تنسيق على ارض الواقع؟ وهل هذا التنسيق هيكون لفترة مؤقتة حتى تستقر الامور؟ كلنا عاوزين نوصل للانتخابات البرلمانية، متأكدين تماما ان بانتخابنا بالمعايير الصحيحة لاعضاء مجلس الشعب هنقدر نصل لصياغة دستور يعكس طبيعة مصر وهوية مصر ومكانة مصر. ايه رأي حضرتك في التنسيق بين الاخوان والجماعات الاسلامية الاخرى والاستمرارية في هذا التنسيق والتوافق بينهم؟ لان احنا شايفين ان هم الجبهة الوحيدة اللي بتمثلنا، هي الجبهة الوحيدة اللي بتتكلم باللغة بتاعتنا، هي الجبهة الوحيدة اللي بتقعد في الشارع وبتتكلم بلغة الناس وحاسة بيها. ولان بنعتبر التيارات الاخرى المتمثلة في الليبرالية والعلمانية والفكر القومي او اليساري الملحد او وللأسف الشديد دخل معاهم قيادات كنسية، وكلهم عاملين جنب امام او جهة بتخالف او ما بتتكلمش بلغتنا بمعنى اصح. يعني المايك مع حضرتك واهلا بيك. حاضر يا دكتور ميديسن، نسمع الاجابة وبعد كده يكون المايك مع حضرتك. المايك مع حضرتك يا استاذ صالح. جزيلا. انت حضرتك السؤال بيدور على جزئيتين: جزئية التمويل وضمان سيادة القرار، والجزء الثاني التنسيق الداخلي. بالنسبة للتمويل وسيادة القرار، طول ما احنا قادرين على تحقيق نوع من الاكتفاء انت تستقل في قرارك بقدر استغنائك. الذي لا يستطيع ان يستغنى عن المعونات هو مرهون ومربوط من ايديه ورجليه ولن يستطيع ان يتخذ قرار. انا احب ادي رسالة مطمئنة. هذا الاسبوع اعلن الفنان محمد صبحي انه استطاع ان يجمع مليار جنيه مصري. اول مليار جمعه الفنان محمد صبحي وحده وليس جماعة الاخوان بحجمها، حتى يستطيع ان ينفذ مشروعه اللي هو الارتقاء بالعشوائيات. وبيقول هذا المليار سينشئ به مساكن ينقل العشوائيات اليه، ثم يبدأ تخصيص الارض لعمل تطوير اخر لعشوائيات اخرى. وبالتالي امكانية التمويل، احنا في مشروع واحد رفعه فنان واحد بدأنا في التنفيذ. تخيل حضرتك لو احنا بدأنا نشتغل في الاوقاف اللي هو الوقف الخيري، انت لا تعلم ان الوقف الخيري اغلى من ميزانية الدولة. لو احنا قدرنا نسد منافذ السرقة والنهب، لو احنا قدرنا ان احنا نمنع التسرب الاموال، لو احنا قدرنا نعمل تنمية حقيقية، لو احنا قدرنا نعمل تمليك الارض بالمجان بما يخفف العبء على ميزانية الدولة، وبالتالي سيكون امامنا قدر كبير جدا من مصادر التمويل. الحاجة الثانية وهي الاهم ان احنا لن نذهب ابدا على سكة القروض ولا البنك الدولي ولا شيء من هذا، لان الامة قادرة على ان تعتمد على نفسها، وان شاء الله مواردنا تسمح، خاصة ان احنا عندنا موارد سياحية وعندنا قناة السويس وعندنا وطبعا تمليك الارض للمصريين فقط، طبعا الاجانب في حدود الاستثمار او بما يخدم الاستثمار فقط، يعني مسكن او ادارة او غيره. نبدأ يعني قدامنا منظور جيد، وعندنا الذي يستعد، عندنا أموال مصرية كثيرة جدا وعربية وإسلامية بتستثمر في الخارج. لو شعرت بالأمان وبالمنفعة الحقيقية ستبدأ في الاستثمار بمصر أصلا، لأن احنا مفكرين في الموضوع. الأمر الثاني إن التنسيق الداخلي. الإخوان عاملة مشروع كبير جدا اسمه احنا بنمد ايدينا للجميع وقلوبنا مفتوحة للجميع وصدرنا مفتوح للجميع، ونريد أن يشارك في مشروعنا اسمه مصر ملك الجميع. يشارك في بنائها الجميع ويفخر بها الجميع وينتسب إليها الجميع.
المشروعات الاخ اللي بيسأل عايزة فترة قد ايه، طبعا انت عارف ان اي برنامج بيبقى له خطة، والخطة لها مدى طويل ومدى متوسط ومدى قصير، واحنا ان شاء الله بنمد ايدينا لكل المواطنين. طبعا في اولوية لذوي المرجعيات الاسلامية، لانه المرجعية الاسلامية بالنسبة لنا لا هيختلف معانا في الايديولوجيات، ولا هيختلف معانا في المنطلقات، ولا هيختلف معانا في المقاصد، ولا هيختلف معانا في الاولويات، ولا هيختلف معانا في القيم. وبالتالي الرديف الحقيقي للاخوان هو كل التوجهات الاسلامية. احنا الان منسقين مع ناس كتير جدا، وفي سبيلنا ان نفتح الباب للجميع. واحب اطمنكم احنا كل يوم بينضم لنا فصيل ايا كان توجهه. احنا الان متواصلين مع حوالي 12 قوى سياسية في مصر، ونأمل ان نصل الى المزيد حتى تكون هناك رؤية تتمثل في رئيس توافقي وحكومة ائتلافية ومجلس متنوع. اذا قدرنا نوصل للثلاثة دول من خلال التنسيق مع كل القوى، تستطيع ان تطمئن للمستقبل ان شاء الله. المايك معك. بارك الله فيك يا استاذ صبحي. دكتور ميديسن موجود معانا جاهز؟ دكتور ميديسن مايك معاك، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا جماعة ولا في صوت؟ طب صوت ولا حد يكتب لي واحد سريع بس. ترحيب عظيم بالأستاذ صبحي صالح، وكيل نقابة المحامين في اسكندرية، ومسؤول لجنة الشريعة، وعضو مجلس الشعب في المجلس الفائت، وعضو لجنة التعديل الدستوري، وما أدراك ما عضوية لجنة التعديل الدستوري. في غرفة تعدادها ما يقارب من 100، في غرفة فيها 3 صحفيين، في غرفة بتشكل ربع عدد المصريين اللي موجودين على البلتوك، او نسبة عشوائية الى حد كبير تشكل المجتمع السياسي المصري. تحية وترحيب، وكل واحد بياخد 3 دقايق. وانا مانيش شايف لما فتحت الكام، مش شايف ورقة على ايدك اليمين. حط ورقة على ايدك اليمين يا استاذ صبحي، ومغفور ليك انك انت تأخرت 2 ساعة. عندي 3 اسئلة هياخد 3 دقايق: تخوف وتوصيف وتصور. التخوف انه دائرة الاسلام بتشمل الازهر والجمعية الشرعية والسنة والسلفيين والجماعات الاسلامية والاخوان وغيره، وهذا التخوف قائم انه التمثيل السياسي القادم يتشكل برأسه او يتشكل بالاخوان المسلمين. وبالتالي فالطرح اللي في مصر انه الذين يتخوفون على الاسلام قلوبهم واجفة او متخوفة من هذه التجربة، لانه انت عارف انه هناك اعداء في الداخل وفي الخارج بيترصدوا بهذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ مصر. وبالتالي الى حد كبير في تخوف في هذه النقطة، مش على الاخوان انما على الاسلام بذاته، لانها بالفعل معركة للاسلام. وهذا التخوف وارد الى حد كبير. احنا في مرحلة كبرى، والقراءة الاولى للمستقبل بتقول ان التيار الاسلامي قادم الى مجلس الشعب بنسبة عالية، وانه هناك بعض خبثاء الليبراليين او عتاة الليبراليين خاصة في داخل حزب الوفد يقولون انه النظر الى مطلع القرن الماضي يبقى دليل على اللي بيحصل. مفيش مشكلة انه التيار الاسلامي ياخد له 5 سنوات، لكن بعد كده في حزبة تانية. هذا التخوف وهذه هي المحاذير. اما عن التوصيف، فمصر مرت في 100 سنة الماضية ب3 تجارب سياسية مهمة. كان تجربة حزب الوفد كحزب اغلبية، وتجربة عبد الناصر في 52 وصولا الى الحزب الوطني كان بيقارب حزب اغلبية وان كان كذبا، ثم في المرحلة الفاصلة الحالية. لماذا لا يقدم الاخوان المسلمين انفسهم على اعتبار كونهم حزب اغلبية في مصر؟ وده ينقلنا الى التصور الثالث، وهو انه الديمقراطية التنافسية او الصراعية او التمثيلية كما يحدث في المجتمعات الغربية لا تصلح بالمرة لمصر، وبالتالي لا مناص من الاخذ بديمقراطية توافقية. يعتبر الاخوان المسلمين هم حزب الاغلبية فيها، ويضم بين اطيافه بعض من القوميين وبعض من المعتدلين من الاقباط زي رفيق حبيب وخلافه. وفي هذه الحالة تتسع كتلة الاخوان ويؤمنوا انفسهم على الاطراف، لان الطريق وعر وفيه حفر كتير وفيه اشارات على الجنبين بتمثل ما يحدث من تأثيرات في الخارج. النقطة الثالثة والأخيرة اللي عايز اتكلم فيها انه الارث ثقيل،
ولا احد بمفرده يستطيع انه يحل المشاكل، لانه ارث النظام الماضي وما قبله ارث ثقيل جدا، وبالتالي من الذكاء السياسي ان اورط كل التيارات السياسية معي في حمل هذا الارث الثقيل. النقطة الاخيرة ان مصر تبني بيتا جديدا اساسه هو الدستور، وغرفه هي المؤسسات، وساكنيه او اصحابه هم الفاعلين السياسيين، وساكنيه هم قوى الشعب، وهذا البيت يطل على الخارج يؤثر فيه. بنتمنى انه يبنى بيت مصر الجديد بتكويناته الخمس، بكل الايدي المصرية وبكثافة من الاخوان او باغلبية من الاخوان، ونتمنى لهذا الوطن ان يعبر في امان ان شاء الله. وتحياتي ليك وعلى تواصل ان شاء الله. الحقيقة ان بالنسبة للتخوف الازهر طبعا لابد ان يكون في مقدمة الصورة الاسلامية، لان الازهر بيمثل اعظم واعرق مؤسسة اسلامية في العالم، وله قبول وحظوة واحترام وتوقير. بيحافظ ايضا على المنهج الوسطي في فهم اهل السنة والجماعة، له خريجين موجودين في كل انحاء العالم ولا يجوز ان نتخطاه. الازهر بيمثل فكر وبيمثل اعتدال وبيمثل مرجعية وبيمثل قيمة وبيمثل قبول، ولذلك احنا من اوائل مشروعاتنا مشروع قانون بتطوير الازهر والمطالبة بعودة وقف الازهر ليكون ملكا للازهر، ويكون شيخ الازهر بالانتخاب وليس بالتعيين، لاننا نريد أن نضمن استقلال حقيقي للمؤسسة الازهرية حتى تستطيع ان تؤدي دورها الشرعي في حراسة الدين ومراقبة الاداء دون المشاركة في الاحزاب السياسية او غيره. تظل مرجعية لها احترامها وتقديرها كما كانت على مدار التاريخ. والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين كل هؤلاء لابد هيكونوا مخلصين للشريعة وإحنا محتاجينها. لكن التخوف أعتقد أنه ليس في محله، لأننا زي ما أنت قلت في الآخر أن الإرث ثقيل ولا أحد يستطيع بمفرده أن يفعل. نعم، هذا هو البيان الذي قدمه الإخوان منذ البداية. قالوا أن الإرث ثقيل، وأن الحكم مصر ليس مغنم الآن، وأنه لا يستطيع أي فصيل سياسي أن يقوم به وحده. وقلنا لو قام الإخوان وحدهم بهذا العبء فإن ذلك بمثابة انتحار سياسي للإخوان، ولذلك الجميع مدعوون للمشاركة في حمل الهم. وقلنا ان احنا لن نشارك باكثر من النص مهما كانت الظروف، لاننا نسعى الى اشراك الاخرين لنحمل الهم جميعا ونضمن التنوع السياسي في المجلس اعمالا لقاعدة المدافعة المقررة في القرآن الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الارض. لولا المدافعة لجاءت الفساد. احنا حريصين على المدافعة وحريصين على المشاركة وحريصين على التفعيل وحريصين على التنوع، لانه مستقبل مصر لن يكون الا كذلك، على الأقل لضمان رسالة طمأنة في الداخل ورسالة أمان في الخارج، نستطيع أن احنا نسير بشكل جيد وآمن. أما في التوصيف لماذا لا يقدم أنفسهم كحزب أغلبية؟ الإخوان بيقدموا أنفسهم كطليعة إصلاح، كنموذج لإنكار الذات من أجل المصلحة العامة، بيقدموا أنفسهم كيد ممتدة تؤمن بالقبول بالآخر، تحترم الإرادة الشعبية، تحتكم إلى صناديق الانتخاب، تخضع للنتائج أيا ما كانت النتائج. لو جاءت بنا قبلنا، ولو لم تأتي بنا ارتضينا، ونعود لإعادة طرح نفسنا بمشروعنا بشكل جيد وصحيح. ونحن بذلك نقدم كلام جيد للمجتمع، بنقول تعالوا معا، تعالوا إلى كلمات سواء، تعالوا إلى المشاركة في بناء المستقبل، تعالوا نبعث رسالة طمأنة وأمان للجميع. ولذلك احنا بنسعى خلال هذه المرحلة إلى أن يكون معنا القبطي ومعنا المرأة ومعنا يساري ومعنا ليبرالي ومعنا كل من كان مؤمن بمستقبل هذا الوطن وأمنه وأمانه ورخائه. نحن نبني بيتا جديدا ونحن مدركون لهذه الأمانة، نحن مدركون لجسامة العبء، نحن مدركون لعظم التبعة. لذلك نحن نحتاج إلى تأييد الجميع وإلى دعم الجميع وإلى مساهمات الجميع، لا سيما المساهمات الإبداعية
الفكرية. احنا محتاجين ان نفتح كل الافق. الحمد لله احنا الان صورتنا بتتحسن تدريجيا، الاسلاميين عموما. احنا الان شايفين ان الدنيا باتت اكثر هدوءا من ذي قبل. الحملة علينا بدأت تقل شوية كتير. الناس الان القوى السياسية بدأت تتواصل معنا. دلوقتي احنا عندنا طلبات كل يوم في مواعيد بيننا وبين الناس، واعتقد ان الملاحظات اللي حضرتك ابدتها انا متفق معك فيها كلها، وانا بطمنك انها موضع فكر واهتمام واولوية وقبول. معك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا صبحي صالح، وكلام طبعا احنا بنسمعه من مسؤول من المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين. في سؤال انكتب على التكست أستاذ صبحي، وأنا هعيده لحضرتك يعني على التكست برضو، ولكن هقرأه إن شاء الله. وهو اتهام أصلا كان يوجه إلى الصوفيين، لكنه قلب على الإخوان المسلمين. بيقول السؤال: الإخوان في موضع اتهام دائم. طبعا هو ما كانش بيوجه للإخوان قبل كده، ولكن الآن في ظل الظروف الحاصلة بيوجه للإخوان إنهم قد يكونوا مدخل للتشيع المعادي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر، لو أصبحوا حاكمين لمصر نتيجة للتعاون مع إيران. فما ردكم؟ هذا هو السؤال إن شاء الله، وتفضل معاك المايك. السؤال ده كتبه الأخ كاتب مزلزل الأرانب، والحقيقة أنا بس أود أن أوضح لحضراتكم أنه التفكير الاستراتيجي بيقول أن احنا عندنا دائرة داخلية، وعندنا محيط إقليمي، وعندنا دائرة التعامل العالمي. أي حد يريد أن يأمن مستقبل بلده لابد أن يوازن بين الدوائر الثلاثة: الدائرة المحلية، الإطار الإقليمي، التواصل العالمي. احنا عندنا في الإطار الداخلي شرحت لكم أن احنا بنسعى إلى جمع الجميع في فسيفساء رائع. أما في الإطار الإقليمي سيد الفاضل، الأمن القومي الاستراتيجي المصري وفق الجغرافيا السياسية ووفق التاريخ القديم والحديث والمعاصر بيقول أن الأمن القومي الاستراتيجي المصري لا يأمن ولا يستقر إلا إذا ضمن دائرة الجغرافيا السياسية التي تبدأ من الأناضول في تركيا مرورا بإيران شرقا إلى منابع النيل جنوبا إلى بحر الرمال العظيم في بيننا وبين ليبيا. هذا المستوى بيحتم علاقة حسن جوار داخل هذه المنطقة الجغرافية حتى تأمن البلاد في مشروع التنمية ومشروع الأمن الاقتصادي ومشروع الأمن السياسي ومشروع أداء الدور الإقليمي. ولذلك نحن عندما نفكر بهذا المنطق نحن ندرك أثر العلاقة الاستراتيجية على الهوية الوطنية، ولا تعارض بين حماية الأمن القومي الاستراتيجي الخارجي وبين حماية الهوية الحضارية والثقافية والشرعية لمصر. لا خلاف على الإطلاق، احنا بإمكاننا أن نتعامل مع تركيا ومع إيران ومع أثيوبيا ومع نيجيريا، مع كل البلاد اللي هي محيطنا الجغرافي اللي احنا شئنا أم أبينا لابد أن نتعامل معه مع المحافظة على أصولنا. وتأكد أن العلاقات الاستراتيجية بتبقى لها ضوابط ولها علم. لو حضرتك قرأت في علم الأمن القومي الاستراتيجي ستجد أن هذه المسائل بتبقى موضع اعتبار عادة عند وضع الأولويات أو وضع السياسات الاستراتيجية بما لا يتعارض. احنا نريد أن نحفظ هويتنا دون أن ننعزل على محيطنا، وفي نفس الوقت احنا محتاجين جدا أن نتواصل مع العالم من موضع الندية وليس موضع التبعية. لك أن تطمئن، ومعك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك مرة تانية. في سؤال من اخت بتقول: انا عاوزة اعرف موقف الاخوان والجماعات الاسلامية من المبادئ الفوق دستورية والخريطة للجنة التأسيسية، وهيعملوا ايه، وليه ما اخدوش موقف لحد ما وصل الوضع للي احنا شايفينه دلوقتي. لان كان في مخاوف عالية جدا، وكان في اشاعة تقريبا ظهرت وقالت ان ممدوح حمزة
هو المكلف من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بجمع مشروع او مشروعات الدستور من خلال قوة سياسية مختلفة. زي ما حضرتك عارف ان احنا كده كعوام الناس حاسين ان البلد بتغلي، والواقع بيقول ان الى حد ما مش لاقيين رد فعل يشفي غليل الناس. هنوصل لايه كده، وايه هي وسؤال في نفس المسار يعني، ما هي المواد الفوق دستورية؟ وهل هي مصطلح جديد ما جاش قبل كده اسمها؟ وهل سيتم صياغة الدستور بنفس اسلوب صياغة قانون الاحزاب؟ والحقيقة احنا بنرى ان هذا السؤال مهم ونحب نسمع رأي حضرتك فيه. مايك معاك، اتفضل. يا سيدي هذا فعلا سؤال مهم ويحتاج الى اجابة. اسمح لي افرق بين امرين: المبادئ فوق الدستورية والقواعد المنظمة للجمعيات التأسيسية المنوط بها وضع الدستور. بالنسبة للمبادئ فوق الدستورية هو مصطلح قانوني قديم، ومعناه الفلسفة الحاكمة للدولة والتي ارتضاها الشعب، وبالتالي يجب أن يكون الدستور يعمل في إطارها. أنت تعلم أن لكل دولة فلسفة حاكمة. الفلسفة الحاكمة بنسميها المبادئ فوق الدستورية. يعني احنا مثلا بلد إسلامي عربي، يبقى المادة التي تنص على أن الدين الرسمي للدولة الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، دي مادة فوق الدستورية، يعني هي فلسفة ومعتقد شعب لا يقبل أن يحكم بدونه. فهذه المادة عندما تكتب هي مبادئ فوق الدستورية. معنى مبادئ فوق الدستورية يعني لا تملك اللجنة التي تضع الدستور مخالفة هذه الفلسفة. احنا بلد إسلامي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بلد يؤمن بالديمقراطية والشورى ويؤمن بسيادة الشعب في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك المادة التي تنص على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات هي مبادئ أيضا فوق الدستورية. عندنا أيضا مواد فوق الدستورية مثل الفصل بين السلطات، مثل استقلال القضاء وحصانته، مثل احترام الحقوق والحريات العامة. هذه المبادئ اسمها مبادئ فوق الدستورية، يعني لا تملك أي لجنة تضع الدستور مخالفتها، لأنها قناعة الشعب ومبادئ يريد أن يحكم على أساسها. وهذه المبادئ أصلا أي مشتغل بالقانون الدستوري على إلمام وعلى اطلاع بها. اما بقى ممدوح حمزة بيعمل هذا كلام، هم اللي بيروجوه هذه الشلة. ممدوح حمزة ده من ضمن رجالة نجيب ساويرس، وهم بيحاولوا يروجوا لأفكارهم ومطالبهم ويحاولوا أن يضعوها في صورة المسلمات. لكن الإجابة على هذه المسألة أن الجمعية التأسيسية المنتخبة التي ستضع الدستور هي غير مقيدة بأي أوراق تعرض عليها أيا ما كان مصدرها. أما المبادئ فوق الدستورية فهي مبادئ حاكمة معلومة مستقرة ثابتة، ليست اجتهادات أفراد ولا مطالب يضعها أحد. لكن اللي الجمعية التأسيسية بتختار في النظام السياسي المناسب للدولة، هل هو البرلماني، هل هو الرئاسي، هل هو النظام المختلط المعمول به في فرنسا، ده اللي بتتوافق فيه الجمعية التأسيسية. كيف يضمن كل فصيل حقه، كيف نؤمن الأقباط على حقوقهم، كيف تطمئن المرأة أنها لن تحرم من مباشرة حقوقها السياسية ولن تعامل كمواطن من الدرجة الثانية. دي القضايا المعروضة على الجمعية التأسيسية. الوجه الثاني من السؤال، إذا كان المطلوب وضع قواعد حاكمة لتشكيل اللجنة فلا بأس، لأن اللجنة في جميع الأحوال سيكون لها ضوابط، إما يضعها المجلس وإما أن توضع من الآن. بمعنى أن تضمن اللجنة بأن يشكل فيها كل القوى السياسية وأن يشارك فيها كل الأطياف. يعني يجب أن تتضمن اللجنة من بين أعضائها امرأة مثلا على الأقل، يكون منها قبطي، يكون من بينها يساري، يكون من بينها علماني، بغض النظر عن نسب التمثيل. لكن يجب أن يكون لكل فصيل من يعبر عن مخاوفه. المخاوف عندما تطرح في الجمعية التأسيسية للدستور بتضمن طرحها للنقاش ووضع إجابات مطمئنة للناس. ولذلك ليس هناك من يستطيع أن يملك إلزام الجمعية التأسيسية بمبادئ، لكن هناك من يستطيع أن يشارك في وضع
تصور لهيكلية تكوين اللجنة دون التدخل في أعمالها. أعتقد كده الإجابة كافية. معك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا صبحي صالح. السؤال طبعا الآن متوجه من إحدى الأخوات الكريمات، هو ليس تشكيك ولكنه مجرد سؤال في المجلس العسكري. أعضاء المجلس العسكري مؤكد أننا نعلم أنهم من النظام السابق، فهل هناك متخيل أن يتم الحكم على النظام السابق في وجود المجلس العسكري هذا؟ وهل ما يعيق ذلك هو أنهم من النظام السابق، أو أن الاقتصاد المصري في أيدي رجال أو شلة من هذا النظام لازلنا نخاف منهم، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليهم، وبالتالي تسير محاكمتهم في صورة بطيئة، نحن نقول عنها أنها بطيئة لا ترضي ثوار مصر. نسمع من حضرتك الإجابة إن شاء الله. تفضل، معك المايك. المجلس العسكري أخي الكريم هو قدم المبادرة الكبيرة التي تقطع أي وجه للشك. أنت تنظر إلى الثورة المصرية ولك أن تقارن ما يحدث في ليبيا واليمن وسوريا حتى تستطيع أن تعطي رأيا في موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة مبكرا قطع الفصل وقال إنه سيحمي الثورة، وأن مطالب الثوار مطالب مشروعة، وأنه لن يسمح بإطلاق الرصاص على أي أحد. وبالتالي المجلس العسكري قدم مبادرة هامة للغاية. الأمر الثاني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا قدم إعلان دستوري في 13/2/2011 معلنا أنه ليس بديلا عن المشروعية الدستورية، لكن قال أنه سيذهب إلى الانتخابات وسيسلم السلطة خلال 6 أشهر، وأن كل سلطة سيتم انتخابها سيتم تسليمها صلاحياتها بالتدريج حتى يخلي المجلس الأعلى طرفه من هذه المسؤولية. فإن كان بعض أعضاء المجلس الأعلى كانوا جزء من النظام السابق، أعتقد أن موقفهم هذا بمثابة كفارة عالية جدا تستحق التقدير وتستحق الدعم والتأييد، لأنه البديل أنت شفته في بلاد أخرى. احنا محتاجين ان احنا نتعامل بثقة واطمئنان بيننا وبين المجلس الاعلى. احنا محتاجين ندعم المجلس الاعلى في موقفه انه يريد ان يسلم السلطة في اسرع وقت، واحنا مطمئنين لان المجلس الاعلى حسم الجدل الدائر على الساحة السياسية عندما صرح ان الانتخابات ستكون في موعدها وانه لا يؤمن باقصاء اي فصيل سياسي. ولعلك لاحظت ان الحركة الاسلامية خاصة الاخوان تتمتع بكامل حقوقها وحريتها في ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي ليس عندنا ما يثير المخاوف من الآخرين الذين يريدون تعطيل المسيرة، المخاوف من الذين يحاولون إثارة الغبار والسحب السوداء في الأجواء، الخوف من الذين لهم أجندات يخدمون عليها لصالح قوى أجنبية تريد تعطيل مصيلة الثورة. لذلك نحن بحاجة إلى التعامل مع القوات المسلحة بسرعة حتى نستطيع أن ننتهي إلى مؤسسات دستورية تتسلم السلطة وتباشر العمل الديمقراطي وسيادة القانون حتى نستطيع أن نعيش في دولتنا التي نتمناها. شكرا. معك المايك. طيب، السلام عليكم جميعا. شكرا يا جلاد. سؤالي لحضرتك so we can save time for everyone. الآلية لتنفيذ الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه تستطيع أن تكون احنا هنغير الإنسان المصري، تستطيع أن تكون هنعمل مطارات وعندنا برامج، ده كله جميل. طب ازاي الآلية محتاج الفكر لوحده، مش الفكر مطلوب، لكن الآلية ازاي بالمصري ازاي هتعمل كل هذا الكلام. ممكن نتكلم يمشي طول اليوم لكي تحصل على المقعد في مجلس الشعب او لتصل الى اي مقعد سياسي تريده في مصر حتى رئيس الجمهورية، بس الآلية ازاي؟ وربما تنتخب من الناس لانهم ليس لديهم الوعي الكافي والخبرة يعني
based on the past يعني على الماضي، لكن اليوم كيفية أو تحقيق الأهداف ازاي؟ قلتها كذا مرة وده سؤال صعب للإجابة عليه، لأن الإنسان المصري مدمر. البنايات التحتية والفوقية للإنسان للحياة كلها في مصر مدمرة من حروب ومن الطغاة رئيس بعد رئيس. فكيف انك هتيجي تقول لي هغير الانسان المصري، هعمل كذا وهعمل كذا وعندي برامج؟ ازاي؟ مفيش امكانيات لا ماديه، وحتى الانسان المصري مدمر كما قلت اكثر من مره. يا ريت تقدر تجاوبنا على السؤال ده، يحل كتير من الاسئله اللي بتيجي اللي هي وارده لينا جميعا. واشكركم واشكر حضرتك على انك حضرت معانا، والف شكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا انت من حقك ان تقول هذا السؤال لانه سؤال مهم للغاية، لانه ما جدوى الكلام اذا لم يكن قابلا للتنفيذ. نعم هذا كلام جيد، لكن دعني اقول احنا يا سيدي الفاضل نستطيع ان نقول انه بامكانك ان تحقق مشروعك اذا توفرت لك ادوات المشروع من الموارد، الاطار التشريعي، التمويل. مصر ليست اقل من تركيا، مصر ليست اقل من ماليزيا، مصر ليست اقل من كوريا. احنا عندنا نماذج عالمية كثيرة جدا نستطيع ان نقتبس منها افكارها. وعلى فكرة احنا نقلنا معظم هذه التجارب. كان في وفد من عندنا سافر تركيا، وكان في وفد في ماليزيا انا كنت معاهم راجعين اول امبارح فقط، واحنا عندنا تصورات وتجارب من مشروعات اخرى. نستطيع ان نقول الاتي اليك بعض هذه المعلومات. اولا احنا عندنا 650,000 عالم مصري مهجرين الى الخارج، ما بين مطرود وما بين ضاقت به السبل وما بين كره بلده وما بين طامع في الطموح. هذه الامور هذه العقليات تستطيع ان تشارك معنا في بناء العالم وليس في بناء دولة. احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك اكثر من 650,000 عالم في كل التخصصات. ثانيا احنا عندنا موارد تكفينا، لان حضرتك عارف انه يعني البلد اللي اتسرق منها اكثر من تريليون. احنا عندنا حجم الاموال المهربة للخارج 600 مليار، عندنا حجم المسروق يصل الى مبلغ يساوي الى هذا الرقم. عندنا اراضي الدولة تستطيع ان تمول اكبر مشروع، عندنا موارد غير مستغلة على الاطلاق في البلد، عندنا سياحة لا نستطيع ان نتعامل معها. يعني مثلا الاخ اللي بيسأل ازاي هنرجع العلماء من الخارج، هو عندما يشعر العالم في الخارج ميزانية البحث العلمي صارت ميسرة، وانه بامكانه ان يخدم بلده اذا اراد دون ان يعود ودون ان يسقط جنسيته ودون ان يترك عمله في الخارج، لكن يستطيع ان يقدم فريق بحثي. يعني مثلا الدكتور احمد زويل عرض انه هيعمل قرية احمد زويل العلمية. الدكتور فاروق الباز ابدأ استعداده لتنفيذ مشروع وادي التنمية. عندنا اصلا دراسة مقدمها الدكتور خالد عودة في جامعة اسيوط ممثل لموضوع الدكتور الباز. عندنا مشروعات كثيرة جدا موجودة، وعندنا عقليات علمية، ومواردنا ليست معدومة، ولسنا بلد فقير. انا عايز اطمنك ان بلدنا بلد فيها خبرات وفيها موارد. والاطار التشريعي اذا كانت المجالس بالانتخاب وازالت عوائق الاستثمار وسدت منافذ الفساد واحسنت المراقبة على موارد الدولة، نستطيع بسهولة يا اخي الكريم ان احنا نعمل. احنا يعني تركيا بحسن الادارة فقط لا اكثر ولا اقل استطاعت ان تنقل حصيلة السياحة من 1 مليار الى 20 مليار السياحة فقط. انت تعلم ان موارد او امكانيات السياحة في مصر تعمل 3 اضعاف تركيا. احنا عندنا تلت اثار العالم، عندنا 2000 كيلو متر سواحل، عندنا كل اقسام المناخ من مصايف الى مشاتي، عندنا سياحة علاجية، عندنا سياحة علمية، عندنا سياحة دينية، عندنا سياحة ثقافية، عندنا سياحة صحية وعلاجية، عندنا قناة السويس، عندنا تحويلات العاملين في الخارج. احنا يعني على رأي الاخ اللي بيقول احنا بس لو منعنا السرقة والرشاوي هنبقى اغنى بلد في العالم. يعني اقصد انه ليست هناك ازمة بقدر ما هناك ازمة ادارة وازمة فساد وازمة عقول وازمة عدم انتماء. احنا لما نبدأ نهتم بالتعليم ونعمل البحث العلمي
ونعمل ضبط لمنظومة الإعلام لحماية قيم البلد وأولوياتها. احنا عندنا أكاديمية بحث علمي ما بتشتغلش، عندنا المجالس القومية المتخصصة ما بتشتغلش، احنا عندنا استطاعة ان احنا نمتد مع السودان ونعمل حاجة ما حصلتش في العالم. في هناك امكانيات كثيرة جدا، لكن اتمنى ان الا تكون النظرة تشاؤمية. الحوار الان لا يسمح بتفاصيل، لكن انا بطمنك انه موجود حاجات كتيرة وعندنا امكانية وعندنا ثقة في المستقبل، وان شاء الله نقدر نعمل. لكن المهم ان نبدأ بالبناء المؤسسي حتى نستطيع ان نملك الاطار القانوني، حتى نستطيع ان نرفع القيود ونزيل القوانين سيئة السمعة، ونبدأ نسترد اموالنا اللي في الخارج، ونبدأ نأمن علمائنا ومؤسساتنا العلمية والتعليمية، ونبدأ نوظف ثرواتنا، ونبدأ نشتغل في تدوير القمامة، ونبدأ نشتغل في خدمات البيئة، ونبدأ نعمل مشروعات الغابات. احنا عندنا الدكتور حسين ابراهيم في زراعة اسكندرية مقدم مشروع اسمه بناء الغابات من خلال مياه الصرف، فبيحل 3 مشاكل في دقيقة. بيقول لك احنا نستفيد من مياه الصرف في انشاء اشجار خشبية في المناطق الصحراوية، فنعمل بيئة ونعمل غابات ونعمل توفير اشجار ونعمل توظيف لمياه. عندنا مسائل كتيرة جدا تستطيع ان تحول الصحراء الى موارد. المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا تعبناك سؤال ورا التاني ورا التالت وكلهم، بس طبعا لازم تعذرنا، احنا عطشانين لإجابات وبنبحث عن هذه الإجابات بيننا وبين بعض وبيننا وبين يعني حاولنا نعمل الكوميونيتي الصغيرة بتاعتنا كده اللي نقعد، لأن الإعلام ما بيمثلناش بأي صورة من الصور، ودي مشكلة. وازاي، وعلشان كده بنقول يعني فين دور الاعلام الاسلامي في الحياة السياسية في مصر. ارجو ان حضرتك تتقبل السؤال اللي جاي ده، لكن وهو علشان مصداقيتنا، واحنا عارفين مصداقية صبحي صالح وعارفين مصداقية الاخوان، ولكن هو سؤال موجود، والامانة العلمية لازم او الامانة النقل لازم. احنا معنا محامي هنا، والمحامي بيقول انه كان موجود في غرفة المحامين في محكمة اسكندرية، وان حضرتك كنت موجود في قضية كانت قضية سرقة، ولما تم السؤال عن ثورة 25 يناير كان الاجابة انك لا تعرف عن ثورة 25 يناير، وان جماعة الاخوان ولن تشارك ولن تعكر صفو يوم عيد الشرطة، وكان هذا ايضا رأي العديد من قيادات الاخوان المسلمين. احنا بنقول ردودنا بقى، ردود العامة اللي زي حالتنا احنا بنقول ايه؟ بنقول لو الاخوان قالوا ان هم ما كانوش هيشاركوا في ثورة 25 يناير وشاركوا، فالمفروض ان احنا نقول الحمد لله ان هم شاركوا، على الاقل شاركوا. دورهم الفعال كان لا غبار عليه، ما فيش اي حد يقدر ينكره. وجودهم كان مهم جدا جدا جدا، وبشهادة الشعب المصري كله. لكن السؤال كان لازم نسأله، وارجو ان ايه يتسع صدرك ليه، وعارفين ان يومك طويل ومشاغلك كتير، بس ايه يعني خلينا نضغط شوية وبعد كده ايه تريح بقى. المايك معاك، اتفضل. شكرا جزيلا على سؤالك اللطيف. الحقيقة انا استطيع ان اقول بصراحة شديدة، حيث ان الثورة قد نجحت، استطيع ان اقول ان الاخوان حرصوا من اليوم الاول على عدم اظهار الهوية الاسلامية للثورة حتى لا نستعدي علينا العالم. واظن حضرتك بمراجعة الاقليم ستكتشف هذا الكلام، وانت تعلم انه هيقول لك الاخوان والحركة الاسلامية والخطر على اسرائيل، ويبدأ التدخل الاجنبي. وانا مش عايز اقول كلام الان على النت هتبقى مشكلة، لكن يعني لانه هيمس حاجات كتير. لكن اسمح لي اقول لك ان احنا يوم 25 قلنا ان احنا مش هنشارك فعلا. هو الاخ هو بينقل الرواية ما نقلهاش بدقة، لكن هي مش هتختلف كتير. انا قلت خلونا نعمل الحركة بتاعتنا يوم تاني غير 25
خليه 26 ولا يوم 24، لان يوم 25 ما هواش يوم خاص بالشرطة، هو يوم خاص بافتداء مصر ايام الاحتلال. 25 يناير عيد الشرطة ده اصله انه الشباب انضم لنا، ان قصدي الشرطة انضمت للشعب في مواجهة الاحتلال في يوم 25 يناير. احنا قلنا هذا الكلام، لكن التعليمات اللي كانت صادرة من مكتب الارشاد انه يجب ان يشارك كل اخ من الاخوان في الفصيل المنخرط فيه، واذا اراد الشاب الذي يريد ان يشارك لا يمنع. يعني مثلا انا كنت في البرلمان الشعبي، الاخوة اللي كانوا في البرلمان الشعبي احنا كان مكاننا على دار القضاء العالي، كان في اخوة بيشاركوا في لجنة تنسيق النقابات المهنية كانوا موجودين على نقابة الصحفيين، كان في شباب موجود في ميدان التحرير، كان في شباب من الاخوان موجودين مع 6 ابريل، وكان في شباب موجود مع الجمعية المصرية للتغيير البردعي. يعني احنا شاركنا في كل الفاعليات، لكن لم نشأ في ال3 ايام الاولى او ال4 ايام الاولى ان نقول كلمة اخوان، لكن كنا مشاركين. نعم كنا مشاركين وبنسبة كبيرة وملحوظة، بدليل انك في اي تجمع كنت هتلاقي فيه اخوان. لو انت جبت كل تجمع هتلاقي كل تجمع لوحده، لكن الاخوان قاسم مشترك في الجميع، وبالتالي احنا مشاركين بنسبة تعتبر اعلى نسبة. لما الامن تعامل مع هؤلاء الشباب والفعاليات السياسية بالاكل والاجرام والتخريب، صدر تعليمات من مكتب الارشاد بان يشارك الاخوان بالكامل في جمعة الغضب 28 يناير. لما صدرت تعليمات مكتب الارشاد للمحافظات بالاستعداد للمشاركة في جمعة الغضب، ساعتها صدرت الاوامر بضرب النار، لان هم خافوا من مشاركة الاخوان بحجمها الحقيقي. ولذلك لو حضرتك فاكر ان اتقبض على 34 من الاخوان ليلة الخميس السابقة على جمعة الغضب، وال34 دول مش عارف حضرتك تعرف ولا لا، انا كنت واحد منهم. انا اتخذت من بيتي يوم الخميس، و7 من مكتب الارشاد اللي هو نص مكتب الارشاد، وودونا في معسكرات امن مركزي في 6 اكتوبر على طريق الواحات. ولما بدأت جمعة الغضب والاخوان شاركوا فيها على مستوى الجمهورية 100%، الامن خاف بعد نزول الجيش، فنقلنا الى سجن وادي النطرون. في سجن وادي النطرون الناس طلعتنا. الشاهد من هذه القصة ان احنا شاركنا من اليوم الاول ولكن باسماء مختلفة، وان احنا صدرت لنا التعليمات بالمشاركة في جمعة الغضب وانجاحها باي ثمن مهما كانت التضحيات، وان الاخوان دفعوا المقدم. احنا دفعنا المقدم 34 من القيادات، منهم نصف مكتب الارشاد. احنا كنا اول دفعة تتحبس على ذمة الثورة قبل ان تبدأ جمعة الغضب. ولذلك كل فاعليات الثورة بعد كده ابحث نسبة الاخوان وانت هتعرف ايه الموضوع. ولذلك انا حبيت بس اصحح الصورة، ليس من قبيل اي شيء اخر غير ان احنا اتصرفنا بحكمة وتأني، ولم نشأ ان نرفع راية لنا حتى الان، ولازلنا مصممين ان الثورة ثورة شعب، واحنا فصيل من الشعب، لسنا كل الثورة ولسنا كل الشعب. احنا فصيل شارك على قدر ما يستطيع، مؤمن بالثورة، مؤمن بالتضحية من اجلها، مؤمن بمستقبل مصر، مستعد ينكر ذاته ومستعد يقدم كل تضحياته من اجل نجاح الثورة وبناء المستقبل الذي نتمناه. ارجو ان تكون الاجابة كافية. المايك معك. اكثر من كافية، بارك الله فيك. ترى دكتور ناستك موجود؟ دكتور ناستك اكتب لنا واحد. مايك معاك، اتفضل. سلام من الله عليكم جميعا ايها الاصدقاء. بعد الترحيب الحار بمفكر الاخوان واحد قياداتها الاستاذ صبحي الصالح، وبعد الترحيب باصدقائي مديري عزيمة وشرف، اللي بجد انا عارف انهم بذلوا جهود خارقة علشان اللقاء ده يتحقق، وبعد الترحيب باصدقائنا اللي دفعهم الحماس الى المشاركة، خليني اكلم الاستاذ صبحي الصالح بقلب مفتوح، لاني انا ما عنديش
ما عنديش رغبة في استخدام الفاظ ذات معاني مزدوجة، ولا عندي رغبة في الطبطبة المعنوية. لا انا صديق الاخوان ولا على اجندتهم خالص، ولا انا عدو الاخوان ومعادي ليهم وبكرههم. الحقيقة انه لا ده ولا ده. انا اذا كنت في مجال الالهيات مؤمن تماما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، فانا في المجال السياسي اجنوستيك من اللا ادريين. يعني يستوي في عيني الاخوان واليمينيين واليساريين والسلفيين واللي كلها تيارات سياسية صاحبة اطروحات. وبناء عليه انا عايز اتكلم مع الدكتور الاستاذ صبحي صالح بقلب مفتوح شوية. مثلما طرح الدكتور ميديسن مخاوفه، دعني اطرح عليك انا ايضا كثيرا من المخاوف التي تزاول الوعي العام من حين الى حين حيال التيارات اللي عايزة تبني فكرها السياسي على مرجعية دينية بصفة عامة وعلى الاخوان بصفة خاصة. نمرة واحد، انه اللي بيحكم بفكر سياسي يستند الى مرجعية دينية هو شئنا ام ابينا بيستمد سلطته من سلطة المقدس. وحيثما يكون استمداد سلطة الهيئة السياسية من سلطة المقدس تختلف الحسابات تماما. تختلف من فكرة صواب وخطأ الى فكرة حرام وحلال، ويصبح المخالف ليس مخطئا بل كافرا او مرتكبا للحرام. كيف نستطيع ان نضمن بقاء الحدود الفاصلة المرنة الدقيقة بين دولة سياسية معاصرة تستمد اصولها من مرجعية دينية ودولة ثيوقراطية تسود فيها القيم التاريخية المعروفة عن مكونات الدولة الثيوقراطية، مش بس في الاسلام وفي غيرها وفي غيره؟ مين يقدر يضمن ده؟ خصوصا وما تزعلش من كلامي، وانا زي ما قلت لك انا لا انا عدو ولا انا صديق، يعني انا بكلمك من موقع القلق المعرفي مش من موقع العداء. فارجوك تقبل شوية الحدة اللي انا او عايز اقول ايه، اللغة التي قد تبدو صادمة لكنها في النهاية لغة قلقة، ما هياش لغة معادية. طيب مثلا على سبيل المثال تاريخ الاخوان المسلمين بيؤكد انهم قاموا بالفعل بمجموعة من الاغتيالات اللي هي ما هياش من نتائج التكفير. يعني مثلا النقراشي باشا كله يصفي جماعة سياسية او يعطلها، ده مش مبرر لا شرعي ولا سياسي لاغتياله، ومع ذلك تم اغتياله. احمد الخزندار وغيره حضرتك عارفهم كلهم. مين يضمن؟ احنا دلوقتي قدام معادلة ذات شقين فيما يسمى بقياس الاحراج. اما انه الاخوان هيبدأوا عهد جديد محدثين قطيعة مع تاريخهم، او هيستأنفوا تاريخهم بنفس الاليات والمنهجيات اللي اتبعت من قبل. فاذا سؤالي مين يضمن؟ عشان الخص اسئلتي عشان يبقى سهل لمها. واحد، مين يضمن فصل السلطة السياسية عن سلطة المقدس؟ يعني عدم اعادة قراءة الدين بما يناسب الميول السياسية لهذه الجماعة وتلك. اتنين، مين يضمن بقاء الحدود الفاصلة بين الدولة السياسية التي تستمد اساسياتها من مرجعيات دينية والدولة الثيوقراطية؟ ثلاثة، مين يضمن عدم تداخل مفاهيم الصواب والخطأ والكفر والإيمان والحرام والحلال، خصوصا انها قراءات يا اما فردية يا اما جماعية من تلقاء هيئة معينة او جماعة معينة؟ أربعة، بأي شيء ينوي الإخوان والمسلمون أن يباشروا العمل السياسي على ضوء تاريخهم السابق وله حسنات وفيه مشاكل، أم على ضوء عهد جديد خطه القادة الجدد يستبعد هذا اللون ويعد المخطئ مخطئا لا أكثر ويعد المصيب مصيبا لا أكثر، بمعنى إنه ما يتمش معاقبة الآخر الخارج على الإخوان أو المهاجم للإخوان بصفته خارج على الإسلام.
النقطة دي هيتفرع عنها السؤال الأخير اللي أنا هسأله. مين يضمن إن التيار السياسي المستمد مرجعيته، المستمد ممارساته ونظرياته من مرجعيات دينية مش هيبقى في الحكم بحجة تنفيذ أوامر الله وعدم التخلي عن الحق؟ وانت عارف انه الاسلام، في التاريخ الاسلام في شواهد كتير للفكرة دي، فكرة ان انا مش هسيب لان هذا ثوب سربلنيه الله. استاذ صبحي، انا بجد خليني الاول اعترف لك ان صوتك بنبراته الهادئة واستنتاجاته ريحني نفسيا بقطع النظر عن اللي بيتقال. يعني انا حسيت في صوتك بقدر من السكينة ريحني نفسيا، لكن انا قلق معرفيا، واظن ان في كتير زي يشاركوني هذا القلق المعرفي. فلو تكرمت راجيا ان حضرتك تكون عملت يعني دونت النقاط الاساسية اللي انا قلتها وتجاوبني عنها. اديني رد يا جلاد لو سمحت. شكرا استاذ صبحي. يا اخي الكريم، واشكرك على هذه المشاعر الجيدة، لان احنا فعلا محتاجين ان نواجه انفسنا بمنتهى الوضوح والصراحة. السؤال الاول وانت يعني استصحبته في كل اسئلتك، والخاص بالمقدس، انت حضرتك بتدور ما بين الثيوقراطي والديمقراطي، والاخوان تفهم دين فهم جيد. النظرية الاسلامية ليست ثيوقراطية على الاطلاق، اللي هو الدين المقدس. الدين المقدس حضرتك لو رجعت للمصحف ستجد انه ملعون في القرآن. النظام الثيوقراطي او الدين المقدس الذي يحتكر الحلال والحرام ويقعد للناس، يحل لهم ويحرم عليهم، كان موجود زمان ايام الفراعنة لما قال انا ربكم الاعلى، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وهكذا كان المنهج الثيوقراطي كان حاكما في الحضارة القديمة، وكان هذا المقدس في الحضارات القديمة موجود في اليابان، وموجود في الصين، وموجود في روسيا، وموجود في انجلترا، وموجود في فرنسا. الأخ بيسأل ايه المقدس؟ يعني أن يكون الحاكم مقدسا لا يسأل ولا يحاسب ولا يخطأ ولا يراجع. يعني مثلا حضرتك لو تعلم ان الامبراطور هيروهيتو اللي هو امبراطور اليابان كان مقدسا، وكان يحكم اليابان بنظرية المقدس، وهذا الحاكم المقدس ظل متمسكا بمقدسه حتى أرغمته أمريكا بعد ضربه بالقنبلة الذرية للتنازل عن القداسة. أيضا فرانكو في إسبانيا لحد سنة 47 كان بيكتب على العملة أنه اختيار الله وأنه يحتكر الحق. وأيضا في فرنسا لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر وريتشارد الثاني في انجلترا عندما طالبوه بأن يقدم كشف حساب عن ذمته المالية، قال أن المختار بعناية الله أو من الله هو لا يسأل أمام الشعب ولا يملك شعب أن يسأله. هذه المخاوف اللي تتكلم عنها هي ملعونة في منطق الإسلام، مورست في الحضارات القديمة ومورست في الحضارة المسيحية الأوروبية، وصنعت المآسي اللي حضرتك عارفها واللي حضرتك بتشتكي منها. لكن النظرية الإسلامية عكس ذلك تماما. النظرية الإسلامية قامت على الشورى قبل أن تبدأ الدولة. أنت تعلم أن قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، هذه الآية من القرآن المكي قبل بناء دولة الإسلام. ولذلك الحاكم في الإسلام ليس مقدسا وليس معصوما من الخطأ. الحاكم في الإسلام ملزم بالمشاورة. وانت حضرتك لو جيت تراجع تفسير الآية باللغة العربية، وأمرهم شورى بينهم، منهم وأمرهم شورى بينهم، منهم هم ضمير الغائب عن الشعب، ولذلك أمر الشعب شورى بين الشعب. طب هي الديمقراطية ايه غير كده؟ هي الديمقراطية غير كده؟ الشعب يبحث أمره ويحكم نفسه بنفسه. إذا المنظور المدني اللي حضرتك بتنادي بيه هو منظور شرعي في الأساس. إحنا اللي قلنا لهم حكم الشعب للشعب قبل ما هم يخترعوها. لما اتكلموا في حكم الشعب للشعب أيام جان جاك روسو ومونتسكيو كان هذا الكلام في القرن ال17. لكن إحنا القرآن وجه بضرورة مشاورة الشعب في شؤون الشعب،
من قبل أن تبدأ دولة الإسلام، قبل أن ينقضي القرن الميلادي الأول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة للمدينة هاجر بموجب البيعة العقبة الثانية. لو حضرتك تذكر أن بيعة العقبة الثانية شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع 75 من الأنصار، وهؤلاء كان بينهم امرأتان، يعني المرأة كانت مشاركة في العمل السياسي من الأول، عكس ما كان أوروبا كانت تبحث هل المرأة مخلوق آدمي أم غيره. لكن عندما عقد البيعة حصل كلام خطير جدا. ارجع للبيعة هتلاقي بمجرد الاتفاق على البيعة والمصافحة عليها قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انتخبوا من بينكم 12 نقيبا، يعني التمثيل النسبي بالانتخاب مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. الشورى والانتخاب والتمثيل النسبي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني الدولة. أخ بيسأل شعب إيه اللي بيحكم نفسه بنفسه؟ الشعب يحكم نفسه بنفسه لأنه الأخ اللي بيسأل يبدو أن الموضوع مش واضح عنده. هو إحنا عندنا الشريعة الإسلامية إطار حاكم، الشريعة الإسلامية إطار حاكم، وما داخل الشريعة الإسلامية شورى بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم شارك الناس في الشورى في بدر، وأخذ الشورى في أحد، وأخذ الشورى في الأحزاب، وأخذ الشورى كان يقول أشيروا علي أيها القوم. ما معنى هذا الكلام؟ أشيروا علي أيها القوم يعني إيه؟ يعني اشتركوا معي في القرار، لأن القرار يمس كل المجتمع في إطار ضوابط الشرع طبعا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، الشورى مش من المباحات، الشورى من الفرائض. يا أخي الأخ بيقول لك الشورى مباحات، الشورى فريضة. وشاورهم في الأمر بصيغة الأمر، والقاعدة في أصول الفقه أن كل أمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه القرينة. فالشورى ركن ركين في الإسلام وأصل من أصول الإسلام. لذلك الشريعة الإسلامية إطار حاكم لا يجوز مخالفته، وفي إطار الشريعة لابد من أخذ الشورى، ولذلك تسمى تشريعات الشعب لنفسه اسمها تشريعات الابتناء وليست تشريعات الابتداء. تشريعات الابتداء اللي هي مبادئ الشريعة العامة ومقاصدها، الشريعة الإسلامية ومقاصدها. في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية نجتهد زي ما كان بيعمل الأئمة الأعلام. الأئمة الأعلام كانوا بيفكروا في إطار الشريعة، لم يخرجوا عليها ولم يقفوا عندها. لكن مهم جدا أن تكون هذه الصورة واضحة عندنا. خذ المعلومة الثانية أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل على الشورى. أنت تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالشورى وينزل عندها. في غزوة بدر لما سيدنا الحباب بن منذر سأله يعني هل هذا أمر أمرك الله به أم تفعله من أجلنا أم أنها الرأي والمشورة؟ قال بل الرأي والمشورة. فقال والله ما هذا بمنزل. فالتزم النبي برأي الصحابي. غزوة الأحزاب أخذ برأي سيدنا سلمان قصدي الأنعم. وفي غزوة الأحزاب لما أراد أن يعمل عقد واتفاقية دولية مع غطفان على ثلث ثمار المدينة، الصحابة من الأنصار رفضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ما شئتم والتزم برأيهم. ولذلك لازم نفهم أن الحاكم في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي من نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام خطير جدا، قال قد وليت عليكم ولست بخيركم، يعني لم يجعل لنفسه العصمة ولا حتى الخيرية، قال وليت عليكم ولست بخيركم. وقال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، اللي هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني الرجل كان يمارس الشورى ومشاركة الشعب في الرأي مدام لا يخالف الشريعة. وقال وإن وجدتم في اعوجاجا فقوموني. يعني إذن الرجل بيقول إن أنا وارد إن أنا أخطأ. إذن المقدس في الحاكم ليس مبدأ إسلامي، من أول يوم ليس مبدأ إسلامي. الحاكم أجير عند الأمة. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب إنه يتفرغ لحكم الأمة مقابل عطية يحصل عليها من بيت المال، لأن الحاكم أجير عند الأمة وليس مقدسا عنده. ولذلك الذي أفسد الأمة اللي ابتعد عن هذه المبادئ، أن الحاكم يخضع للرقابة، أن الحاكم يسأله شعبه، أن الحاكم يقومه شعبه، زي ما الراجل قال لسيدنا عمر لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا، وقال لا خير فينا إن لم نسمعها ولا خير فيهم إن لم يقولوها. لذلك حضرتك
ما عندناش مخاوف، لان الحاكم ليس مقدس، والاخوان تفهم هذا جيدا، وان الحاكم لا يقول صوابا مطلقا، وانما يجب عليه الشورى والالتزام. واحنا اصلا ملتزمين بالاحتكام الى الشعب والرضا بنتيجة الشعب والرضا بنتيجة الانتخابات، باعتبار ان الانتخابات هي الآلية التي يختار من خلالها الشعب حكامه ويخضع لمراقبته. لذلك انا مش قلقان وليس لك ان تقلق، لانه حقائق الدين والشريعة ثابتة، وهي اعلى من اي شخص واقوى من اي بناء، وانها مقدمة على كل اعتبار. اما تاريخ الاخوان، انا عايز بس الفت نظر حضرتك من حاجتين. ان الفترة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي كانت الفترة التي تم فيها حل الجماعة، فلا تعتبرني ضحية وجاني في ان واحد. ما ينفعش تحل الجماعة وتصادر اموالها وتقبض على افرادها وتعتقلهم وتصادر اموالهم وتصادر دولتنا دولة اسلامية يا اخي، يعني لا دينية ولا مدنية، ليست متروكة للشعب يفعل ما يشاء، وليست تقدس الحاكم، وإنما هي إسلامية تمارس الشورى في إطار مقاصد الشريعة. تاريخ الإخوان تاريخ ناصع. حل الجماعة سنة 47 و48 ومحاولة اغتيالها أدى إلى انفراط عقدها، ولذلك لو انت رجعت للحكم اللي كان بيحاكم قتلة الخزندار زي ما انت بتقول، الحكم يا سيدي لو قرأته، راجع اقرأ الحكم بيقول انه ثبت للمحكمة واستقر في يقينها ان المتهم قد ارتكب هذا الفعل بذاته، ليس في اطار مشروع الجماعة ولا بناء على توجيه قيادة من قيادتها، وليس ضمن مخططها. وبالتالي العلماء التاريخ وعلماء القانون اللي انا اتعلمت منهم بيقولوا الحكم برأ الجماعة وأدان الشخص. ولذلك لما وقعت هذه الأحداث، الإمام البنا أصدر البيان اللي انت حضرتك عارفه، اللي هو الذين فعلوا ذلك لهم إخوان ولهم مسلمون. وأيضا الأستاذ الهضيبي أيام أزمة عبد الناصر طلع كتابه المشهور نحن دعاة ولسنا قضاة. نحن لا نملك التكفير ولا نملك إخراج أحد من الملة، ولا نملك أن نحل ونحرم، ولا نملك أن نحاكم الضمائر والنوايا. هذا كلام إحنا لا نملكه. وعندنا قاعدة في الأصول 20 كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا فترة التشويش على تاريخ الإخوان هي فترة مشوشة بطبيعتها ولسنا جناه فيها، وحكم المحكمة يثبت ذلك. ولم نمارس يا أخي الكريم العنف ولا الإجرام. إحنا الإخوان خرجوا من السجون سنة 74 وإحنا سنة 2013. فماذا عندك من وقائع رغم التضييق والمحاكمات العسكرية والاعتقالات ومصادرة الأموال والمطاردة والتنصت وتفتيش البيوت والتعذيب في السجون والقتل في الأقسام؟ رغم هذا كله لم يثبت علينا طوال هذا التاريخ كله حادث إجرامي واحد. فلك أن تطمئن. وأيضا حزبنا السياسي يخضع لقانون الأحزاب، وبالتالي هو خاضع لكل رقابة الدولة وكل جموع الشعب. وأتمنى أن تكون قد وجدت في كلامي بعضا من الكلام المفيد الذي يطمئن مشاعرك. وشكرا يا أخي، المايك معك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذنا صبحي، منورنا. طيب، أنا في سؤال لحد من اليوزر هنا، وفي يعني كومنت صغيرة هقولها بعد السؤال بعد إذنك. يعني السؤال بيقول: يا ترى ما هو الهدف الحقيقي للتعديلات الدستورية التي تمت ثم أعلنت بإعلان دستوري مخالف ولم يستفتى عليه الشعب بعد الإضافات به؟ فهل سنتوقع إعلانات دستورية أخرى على غرار البند السادس الذي أعلنته القيادة العسكرية في البيان الأخير عن الضوابط الحاكمة رضوخا لمطالب فئة من الشعب تخالف رأي الأغلبية؟ ده السؤال. الكومنت بعد إذنك. يعني دلوقتي القنوات الإسلامية تعتبر مجالس العلم أو بديل لمجالس العلم في العصر اللي احنا فيه. فهل يا ترى في إمكانية يبقى في جهة رقابية من الأزهر بعد تطهيره إن شاء رب العالمين، إنها يبقى في رقابة على القنوات الإسلامية، بحيث إن يبقى في ترسيخ للعقيدة الصحيح، ما يبقاش أي كلام يتقال، يبقى في مراقبة عليها، يبقى يوصل للناس الدين الصحيح من خلالها. بس دي كان الكومنت بتاعتي. شكرا ليك، والمايك معاك. شكرا للأخت الفاضلة، الحقيقة كلام جميل جدا. بالنسبة للتعليق اللي حضرتك قلتيه، بالتأكيد مجمع البحوث الإسلامية سيكون هو المرجعية الحاسمة في المسائل التي تمس عقيدة الأمة وثوابتها.
واحنا ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم من شوية بنعمل مشروع ضمان تطوير واستقلال الازهر وتأمين رسالته. اما بالنسبة للتعديلات ما كان الغرض من التعديلات الدستورية التي انا شاركت فيها، كان الغرض منها وضع اطار انتقالي. ولذلك التعديلات الدستورية كانت عبارة عن جزئين. الجزء الاول كان بيظبط الانتخابات، وضع شروط للانتخابات، وضع اشراف قضائي على الانتخابات من ابتداء من الجداول وحتى اعلان النتيجة، الاستغناء عن الجداول الورقية والاكتفاء ببيانات الرقم القومي، التصويت يكون ببطاقة الرقم القومي، يجب ان يكون هناك قاضي على كل صندوق، يجب ان تكون اللجنة القضائية مستقلة، يجب ان يكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات. في 6 مواد كانت بتنظم هذه المسألة. ال5 مواد التانية كانت بتتكلم عن ان يكون حالة الطوارئ ملك الشعب وليست ملك السلطة، و3 مواد منظمة لكيفية وضع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر. فالتعديلات الدستورية كنا بنسميها اطار الانتقال، اطار انتخابي للانتقال، ضبط الانتخابات وضمان الارادة. كانت ضبط الانتخابات وضمان الارادة زي ما انا شرحت، فهي كانت بتحقق فكرتين، فكرة تحقيق الديمقراطية وتأمين الانتخابات فقط. اما الاعلان الدستوري الذي صدر بعد ذلك فهو وضع المبادئ الاساسية اللي احنا بنسميها فوق الدستورية، ثم وضع المواد التي تم الاستفتاء عليها، ثم وضع المواد الانتقالية المنظمة للتسليم التدريجي للسلطة. وبالتالي هو لم ينقلب على الاستفتاء لانه ادرج كل المواد كما هي، وبعد ادراج المواد التي تم الاستفتاء عليها جعل قبلها المواد اللي هي فوق الدستورية. لو قريت المواد من 1 إلى 25 هتبان عندك المسائل دي، ووضع المواد المنظمة لتسليم السلطة وترك المواد المستفتى عليها كما هي، وبالتالي ليس هناك تعارض بين المواد الاستفتائية ومواد الإعلان الدستوري، فلك أن تطمئني. معكم المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا صبحي صالح. في سؤال برضو جانا من أختنا الكريمة، بيقول إنه الآن أزحنا رأس النظام وتم الإطاحة به وبقي أذنبه، وأنتم بصفتكم من صناع التغيير، فما هي الأولويات في الخطوات القادمة؟ وهل في نظركم معاقبة المذنبين وتصفية الحسابات هي التي ستتم، أم سننشغل بأمور بناء الدولة بشكل عملي؟ وسؤالي الثاني بيتكلم عن هل يا ترى الإخوان حددت دعمها لأحد المرشحين على الساحة في الرئاسة أم لم تحدد؟ وإذا ذكر الاسم يبقى لكم جزيل الشكر. اتفضل، معك المايك أستاذنا صبحي صالح. اولا بالنسبة لانتخابات الرئاسة هبدأ معاك بالمقلوب. بالنسبة لانتخابات الرئاسة هذا سابق اوانه للغاية، ولن نتكلم في انتخابات الرئاسة الان مطلقا. احنا هنستنى الوقت المناسب لانه كل وقت له اذان. الكلام الان في الرئاسة حماقة، والتأخير ليس من الحكمة، ولذلك احنا في الوقت المناسب هنقول الكلام الصحيح. وارجو انه ما تنشغلوش بالرئاسة الان، لان هذا موضوع شرحه يطول وله ضوابط وله اولويات، واحنا هنتكلم فيه في الوقت الصح. واتمنى ان احنا ننشغل بواجب الوقت ولا نسبق، لان كل حاجة لها وقتها. اما بالنسبة للاولويات انا عايز اركز حاجتين. الاولى ان احنا غير مشغولين بالانتقام والتشفي، لان هذا ليس من خلق المسلم، لكننا وقد عانينا من الظلم والاضطهاد والمحاكم الاستثنائية والاعتقالات، فلا نقبل أن نعامل غيرنا بمثل ما عانينا منه، لأن ليس ذلك من حسن الإيمان ولا من حسن الخلق. نحن نطالب بمحاكمات عادلة يتمتع فيها المتهم بضمانات محاكمة عادلة، نطالب بمحاكمات أمام القاضي الطبيعي، نطالب بأن يأخذ مساحته الكافية في الدفاع عن نفسه، ونطالب بتطبيق القانون بدون تمييز ولا تعطيل. وبالتالي احنا غير منشغلين بالانتقام،
لكننا منشغلين بالعدالة المجردة المطلقة التي لم يوفرها لنا خصومنا. سنوفر لهم ما حرمونا منه، سنطبق قيم الإسلام وخلق الإسلام، سنطبق مبادئ العدل المجرد، سنتعامل بقول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ده كلام ربنا واحنا مش هنخالف كلام ربنا. أما عن الأولويات فاحنا عندنا هموم تأمين الوطن وبناء المؤسسات وفك قيود حرية المواطن وتأمين الحريات العامة والمواجهة العاجلة لمشكلة البطالة وربط الأجور أو المرتبات بالأسعار. عندنا خطوط أفقية وليست رأسية: إصلاح، تأمين، أمان، رخاء، بطالة، رفاهية، حقوق إنسان. احنا محتاجين نأمن بلدنا، يعني تحقيق استقلال القضاء، ضمان حد الكفاية للمواطن، مواجهة فاعلة لمشكلة البطالة، معالجة انهيار العملة لأن العملة المصرية مهمة جدا في ضبط الاقتصاد، توفير جو آمن للاستثمار. يعني احنا قدامنا مسطح أفقي يحقق بناء الدولة والتأسيس لدولة قانون ودولة حديثة تستطيع أن تنهض من كبوتها وتحقق مكانتها وتقود المنطقة التي كانت فيها كما كانت دائما. وأولوياتنا منصبة على الأولويات الأهم ثم المهم. معك المايك. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أسد السنة الأستاذ صبحي صالح. الحقيقة يعني عندي عدة أسئلة بسيطة إن شاء الله. السؤال الأول: حضرتك قلت في معرض كلامك بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية، ومعنى ذلك أن كل الاتجاهات سوف تكون فيها. ولنأخذ مجالا واحدا من بين المجالات التي بكل تأكيد تحدث هناك اختلافات ايديولوجية. فهناك على سبيل المثال في المجال الاقتصادي هناك من الاتجاه الاشتراكي الذي يعمل على تضخيم دور القطاع العام على حساب القطاع الخاص ووضع العثرات أمامه، وكذلك اقتصاد رأسمالي يعمل على تضخيم دور القطاع الخاص مع التخلص من القطاع العام واعتماد الحرية الاقتصادية الكاملة بما فيها إباحة الربا والخمر والقمار إلى آخره. وكذلك هناك الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد على إطلاق العنان للأفراد والشركات للاستثمار بحرية كاملة مع تقييد الاستثمار بما تقيده الشريعة. فكيف تأتلف كل هذه المختلفات اقتصاديا ناهيك عن باقي المواضيع؟ يعني ألم يكن الأجدر والأحرى أن يكن هناك اتجاها واحدا واضح المعالم بدلا من كما يقول المثل العامي سمك لبن تمر هندي؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: علمنا من خلال الأخبار بأن الإخوان يسعون مع باقي القوى السياسية للترشح على قائمة واحدة موحدة. والسؤال الآن: أولا، على أي أساس سيتم تحديد نسبة كل قوة سياسية في تلك القائمة؟ ثانيا، بأي حق تضعون مع القوى السياسية هذه النسب في القائمة الموحدة بعيدا عن الإرادة الشعبية؟ هذا كان السؤال الثاني. أما بالنسبة للسؤال الثالث والأخير، هناك صوت علماني عال وموافقات من السلطات الحاكمة وسكون من الإسلاميين، فإلى متى هذا السكون؟ وبخاصة أنه في ما يسمى بالوثيقة الحاكمة لمبادئ الدستور والتي وضعها العلمانيون توجد منها مواد خطيرة جدا، وبالأخص منها مادة غريبة لم أقرأها أبدا ولم أقرأ عنها أبدا في أي دستور من دساتير الدنيا. وهذه المادة تكرس لتقسيم مصر بصورة واضحة، وهي المادة 9، والتي تقول في محتواها بأن يعني السكان الأصليين
لكل منطقة لا يجوز ولا يصح إذابتهم في باقي المناطق، ولا بد من دعمهم في مناطقهم إلى آخره. تمام. كل هذا يأتي طبعا تعلم حضرتك بما حدث سنة 1983 في الكونجرس الأمريكي من إقرارهم لخطة تقسيم مصر إلى آخره. فيعني السؤال الآن، أنا أعلم تماما موقفكم وموقف كل القوى السياسية الإسلامية من هذه الوثيقة المشؤومة ومن الذين قاموا عليها، ولكن السؤال المهم والأهم ما هو فعلكم وما هو عملكم إذا تبناها المجلس العسكري؟ شكرا، السلام عليكم. ده انت عايز لك يوم لوحدك. شوف يا سيدي، اولا الائتلاف الذي نسعى اليه ليس حكومة سمك لبن تمر هندي، احنا بنسعى الى الوسطية، وكذلك جعلناكم امة وسطا، والوسطية لها نصيب من اليمين ومن اليسار، لان الوسطية طبيعتها كده. وهناك مشروع للحكومة وبرنامج حكومة وخطة حكومة بتعرض على السلطة التشريعية ثم تحصل على الثقة بمقتضاه، فكل مشارك في الحكومة ملتزم ببرنامج الحكومة، وإلا هو نفسه هيبقى خارج على الشعب وعلى خطة الحكومة، وليس بيعمل وجه